ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. يا ريت اول مره لو حد بيفتح القناه وبيشوفني ما ينساش يعمل اشتراك للقناه ويعمل لي لايك، واهم حاجه الاشتراك عشان يوصلكوا كل جديد مني يا حبايبي ام كنزي. يلا يا حبايبي النهارده هعمل لكم حاجه حلوه، هعمل لكم، يلا بينا نشوف هنعمل ايه. هعمل لكم يا حبايبي رز بلبن النهارده معاكم بطريقه مختلفه، يا رب الطريقه بتاعتي تعجبكم وبسطها لكم وتوصل لكم بطريقه بسيطه. ما تنسوش بس اللايكات والاشتراك للقناه. يلا بينا يا حبايبي عشان ما اطولش عليكم. معايا هنا يا حبايبي كوبايتين رز نقاهم بلبن، نقاهم بلبن عشان ينزلوا النشا اللي فيهم. انا محتاجه النشا اللي جوه الايه الرز ده يا حبايبي. دول كوبايتين رز، دول كوبايتين رز يا حبايبي اهم. معايا ايه تاني؟ كوبايتين سكر، معايا كوبايتين سكر، معايا معلقتين نشا، معلقتين نشا. في ناس بيحطوا 3 بس انا مش هستخدم 3 معالق نشا لان انا حاطه الرز بيتنقع قبلها بساعه. ولو عرفتوا تنقعوه قبل كده عايزي ينقعوه ما يجراش اي حاجه، بيسهل عليكم الوقت، ما تفضلوش كل شويه تقلبوا في الحله. ومعايا هنا يا حبايبي دي اضافه من عندي، لو حابين تحطوها حطوها، مش حابين خلاص استكفوا بالسكر والرز والنشا. بس ده بتدي تطعيمه احلى من الطعم الاولاني اللي هو الرز والسكر والنشا. دي تطعيمه وده السر بتاع المحلات اللي بيعملوه ده يا حبايبي. دول معلقتين لبن بودره كبار، ودول معلقتين كريم جانتيه كبار، ودي فانيليا هاخد منها ربع معلقه اهي يا حبايبي. دي فانيليا سايبه، اللي ما عندوش البطرمان دوت انا بجيبه عشان بستخدم منه كتير، اللي ما عندهوش يجيب باكوين فانيليا اللي هي الاكياس عادي. دي معايا هنا يا حبايبي دي ميه ورد معايا، هحطها بتدي طعم جميل وبتدي ريحه خطيره. وهنا يا حبايبي معايا للتزيين جوز الهند، ومعايا هنا زبيب، اللي حابب يحط مش حابب برضو دي حاجه ترجع لكم. هنا يا حبايبي يلا بينا ونشوف معانا قد ايه لبن. معايا هنا 3 كيلو لبن اهو يا حبايبي، 3 كيلو لبن اهو. ومعايا هنا حله على النار بتغلي، حاطه فيها شويه ميه. ليه حاطه شويه الميه؟ عشان حد هيسالني ليه الميه، عشان هنا اللبن نقايه في الرز، فالرز طبعا اوريدي شرب اللبن عشان ننزل النشا اللي فيه، فعشان كده انا حطيت كوبايتين ميه يغلوا عشان انزل فيهم الرز دول يا حبايبي. يلا بينا هنزل الرز دلوقتي وارجع لكم تاني. اهو يا حبايبي نزلت الرز في الحله اهو، اهو يا حبايبي. ليه بنقعه؟ عشان يسهل عليكم، ما تقعدوش تقلبوا كتير، يسهل عليكم في الوقت يا حبايبي. اللي هيسالني حاطه قد ايه لبن في الرز، انا حطيت ربع كيلو لبن في الرز وهو بيتنقع، مش اكتر من كده، ما تحطوش، هو ربع كيلو بس يا حبايب قلبي. هسيبهم بقى يستووا شويه وارجع لكم تاني. اهو يا حبايبي الرز استوى اهو يا حبايب قلبي، مش عاوزه مهري، انا عاوزه الرز كده حلو. وهعمل ايه تاني خطوه؟ ادي السكر يا حبايبي، هنزل اهو بكوبايتين سكر اهو يا حبايب قلبي واقلب كده السكر، كل الكلام الجميل ده كده مع بعض، بس مخليش السكر يجري الطروف اهو. اسيبهم يغلوا مع بعض غلوتين وارجع لكم تاني يا حبايب قلبي. بصوا يا حبايبي بقى انا حطيت طبعا زي ما قلنا الرز على والسكر على الميه اللي في الحله، وسبتهم لغايه ما الرز شرب الميه. هعمل بقى ايه كده يا حبايبي؟ اهو اللبن 3 كيلو لبن هنزل عليهم بالقشطه اللي فيه كله اهو، اهو يا حبايبي شايفين القشطه اهو يا حبايبي، شايفين القشطه، شايفين القشطه يا حبايبي، شايفين القشطه. ده لبن انا بجيبه من حته معينه، شايفين القشطه. هاتي كل الكلام الجميل ده على بعض اهو يا حبايب قلبي اهو. الخطوه التانيه هعمل ايه؟ دي ميه المورد يا حبايبي اهي، دي معلقه اهي ميه المورد. اقلب كل الكلام الجميل ده مع بعض واسيبه يغلي كده غلوتين 3 في بعض اهو يا حبايب قلبي، وارجع لكم تاني اهو يا حبايبي. انا اهو سايباه بيغلي، شايفينه بيغلي ازاي؟ شايفين؟ انا عاوزه الغليان ده كده غلوتين 3 كده. يلا بينا نشوف هنعمل ايه على ايه دلوقتي. بصوا يا حبايبي ده النشا اهو، اهو يا حبايبي هنزل بيه كده النشا اهو واقلبه اهو. دي خطوات مهمه بقى لازم تركزوا معايا في الخطوات دي. هقلبه وارجع لكم تاني اقول لكم هعمل ايه.
قلبت النشا اهو يا حبايبي، كل الكلام الجميل دوت. هنزل بقى بايه؟ ده الكريم الجانتيه يا حبايبي اهو. هنزل بكل الكلام ده برضو اهو، واقلبه تاني وارجع لكم اهو يا حبايبي. ده الطبق اللي كان فيه اللبن، نزلت بيه في النشا ونزلت بيه بالكريم الجانتيه، وهنزل بعد كده باللبن البودره اهو يا حبايبي معاكم. اقلبه برضو وارجع لكم تاني. قلبت يا حبايبي كل الكلام الجميل اهو مع بعض. هعمل ايه؟ ربع الفانيليا، ربع معلقه الفانيليا اهي يا حبايبي. صدقوني والله العظيم التكايه ديت والحركات الصغنونه ديت والتكات دي مش هتلاقوها غير عندي هنا وبس، عند ام كنزي. صدقوني هتفرق لما تحطوا النشا على اللبن، على الميه، على لبن البودره، على الكريم الجانتيه، على حبه الفانيليا ديت. وعاوزه اقول لكم والله العظيم الحله هنا ريحه الميه المورد قلبه ريحه المطبخ. عاوزه اقول لكم ريحه المطبخ وريحه الشقه كلها ميه مورد وفانيليا. فده هتفرق معاكم كتير يا حبايبي. واللي مش حابب ما يحطش برضو ميه موارد دي ترجع لكم، بس صدقوني بتفرق كتير. واللبن على اللبن البودره على الكريم الجانتيه على حبه الفانيليا اللي انا حطيتهم بتفرق كتير. عاوزه اقول لكم التكايه الصغيره والحركيه الصغيره ديت بتاعه ام كنزي، فصدقوني جربوها هتلاقوا ريحه مطبخكم جميله جدا وانتوا بتعملوا رز بلبن، وهتحبوه جدا جدا بنفس الطريقه ديت. يا رب يكون الطريقه دي سهله عليكم. يلا بينا نشوف هنعمل ايه تاني. هناخد كل الكلام الجميل دوت اهو يا حبايب قلبي اهو. هنزل بيه على الحله اهو، شايفين الجمال؟ شايفين؟ واقلب كل الحركات دي اهو، ماشيه معاكم خطوه بخطوه، خطوه بخطوه، مفيش اسهل من كده اهو. هقلب كل الكلام دوت وارجع لكم تاني يا حبايب قلبي اهو يا حبايبي. انا كده عملت ايه؟ حطيت الحله اللي كانت فيها ميه بتغلي، وكنت انا على الرز يا حبايب قلبي، نزلت بيه في الحله ديت، اخدت غلوتين اهو. ونزلت بعد كده بقيه المكونات اللي انا حطيتها كلها معاكم. حطيت السكر وحطيت النشا وحطيت اللبن البودره على كريم الجانتيه على الفانيليا، كل الكلام الجميل ده كده على بعض اهو يا حبايب قلبي اهو. شايفين؟ يغلي بس غلوه كده واقدمه مع حبايبي الحلوين، والف هنا وشفا على بقكم اهو يا حبايبي. الشكل النهائي للاطباق بتاعتي اهو، شايفين؟ ده حطيت جوز الهند وزبيب اهو يا حبايبي، وده ما حطيتش عشان فيه دايما احيانا في ناس بتحب الزبيب وجوز الهند وفي ناس لا، فانا حطيت كده وحطيت كده، حطيت من غير جوز الهند ولا زبيب اهو يا حبايبي. يا رب كده الصوره تكون واضحه لكم يا رب اهو. شايفين المنظر؟ يا رب تجربوا الطريقه دي يا رب وتعجبكم. بس ما تنسونوش في اللايكات والاشتراك في القناه يا حبايب قلبي، واقول لكم باي باي، هتوحشوني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.